السينابون. اهلا، انا ساره. في فيديو النهارده هنعمل السينابون، بس مش اي سينابون، هنعمله سينابون مختلف محشي بالفراوله. طعمه حكايه، لازم تجربوا الطريقه دي. وكمان العجينه بتاعتنا هتكون طريه وهشه قوي. يلا على طول نبدا في وصفه النهارده. اول حاجه هنبدا بيها وهي المكونات. محتاجين 2 بيضه، نص كوبايه من الزيت، زبده، 3/4 كوبايه من السكر، رشه ملح، فانيليا، معلقه كبيره من الخميره، 5 أكواب ونص من الدقيق. والعجينة السحرية اللي هنستخدمها اللي هتخلي العجينة بتاعتنا طرية جدا وهشة، وتفضل كمان معانا طرية وهشة لفترة طويلة. هنحتاج فيها 3 معالق كبار من الدقيق، معاهم نص كوباية من المية، مقلبينهم كويس جدا مع بعض، وعلى النار مع التقليب المستمر لحد ما تتكون معانا عجينة، وهنسيبها لحد ما تبرد تماما. عندي هنا سكر مع قرفة وكاكاو مقلباهم مع بعض. في ناس ما بتحبش الكاكاو ممكن نشيله، في ناس ما بتحبش القرفة نقدر نشيلها. ومحتاجين كمان فراولة مقطعينها مكعبات. وصوص الفراولة هتلاقوا الطريقة ان شاء الله موجودة على القناة، او هكتب لكم الطريقة في صندوق الوصف. في طبق كبير هنبدأ نضيف فيه كل المكونات. عندي هنا اللبن كنت ضفيته مع الزبدة والزيت. هضيف البيض مع الفانيليا، السكر. هقلب كل حاجة مع بعضها كويس جدا. دقيق، عليه الخميرة، هضيف هنا العجينة السحرية، وابدأ ان انا اجمع كل حاجة مع بعضها، اعجن لحد ما الاقي العجينة بتاعتي بقت طرية ما بتلزقش. بالشكل ده اغطيها واسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. بعد ما اختمرت هنبدأ نفردها على حبة من الدقيق عشان ما تلزقش معانا. افردوا السمك بتاعها يكون رفيع شوية. هساوي الاطراف، طبعا اي زيادة هنجمعها، وهنبدأ ان احنا نسيبها شوية بس تخمر ونفردها تاني ونعملها بنفس الطريقة. هفرد طبقة من الزبدة، بس لو الزبدة عندكم مش لينة فاحنا هنسيحها ونفردها كده بالفرشة. اما لو هي لينة وبحرارة المطبخ فاحنا ممكن نفردها على طول. هبدأ افرد الخليط اللي عملناه من الكاكاو والقرفة والسكر. هضيف مكعبات الفراولة. هلفها رول بالشكل ده. هبدأ ان انا اقطعها. هحطها في صينية للفرن واسيبها تخمر ويتضاعف حجمها. هدخلها فرن يكون سخن على درجة حرارة 180 ل 200، واسيبها لحد ما تكون استوت. رشة من السكر البودر.
لبن مكثف محلى او من صوص الجبنة، او بما اننا حاشين السينابون بتاعنا بالفراولة فهيكون حلو قوي ان احنا نزود عليه صوص الفراولة. وده الشكل النهائي، حلو جدا جدا ومختلف. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية وصفة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا منها ويا رب تكون عجبتكم. قابلكم ان شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفة، والسلام عليكم.